لما علماء الغرب المارق اتجمعوا في يوم من الايام عشان يعملوا ابحاث عن افضل وسائل اكتساب اللغه عند الكبار فقط، توصلوا بعد تجارب معمليه لحقيقه مهمه جدا، وهي ان مفيش فايده اصلا انك تحاول تتعلم لغه جديده بنفس الكفاءه اللي انت اتعلمت بيها لغتك الام، زي اللغه العربيه اللي انت اكتسبتها وانت بيبي. وقعدوا العلماء بقى يعتذروا للناس اللي نفسها تتقن انجليزي ولا ايطالي ولا فرنساوي ولا تركي، وكان نفسهم يتكلموا بنفس الكفاءه اللي اتعلموا بيها اللغه الحاجه، والناس دي كانت مستنيه بفارغ الصبر ان العلماء يلاقوا طريقه مبتكره تنجز في الموضوع ده. العلماء قالوا لهم انسوا اسطوات، ما تحاولوش، مهما ذاكرتوا واتدربتوا واتعايشتوا مع اللغه اللي عايزين تتعلموها هتقفوا عند مستوى معين وهتفضلوا تترجموا في مخكم العربي. وابتدى علماء الغرب يمشوهم من قدام مختبر المجمع اللغوي العالمي، يقولوا لهم يلا انت ولا شطبنا امشي يلا، ومشوا الناس اللي كان نفسها تتعلم لغات اللي اتقهروا ودمعتهم رغرغت على خدهم. راحوا العلماء هم كمان عشان يتعشوا ويناموا هم مطمنين ان خلاص مفيش امل ان الواحد مننا ممكن يكتسب لغه جديده بشكل متميز، او يطور نفسه بشكل يخليه يفاجئ زملائه في الشغل، او حتى يروح شركه انظف، او يتعامل مع الطبقه المستحميه من المجتمع. وكانت ليله صعبه على كل المهتمين بتطوير نفسهم لغويا، ولكن العلماء الغرب ما خدوش بالهم منه ان كان في عالم منهم ما روحش، ايوه فضل موجود. كان اصغر واحد فيهم وكان يعرف لغات كتير ومتمكن منها كانها لغته الام، بس ما كانش قايل لهم لان عينيهم كانت تفلق الحجر. فضل في مختبر اللغات معاه ورقه وقلم وقرر انه يكتب السر اللي يخلي اي حد مهما كان سنه يقدر يكتسب لغه جديده طالما ذاكرته شغاله وعنده توت اراده. وحدد الخبراء ان التوت ده بيبقى من 20 ل 30% من مجموع قوه اراده الانسان البالغ. نرجع لموضوع السر ده اللي لما خرجوا للنور واشتغل بيه مع مئات وبعدين الاف الناس من الدارسين، والكلام ده من اواخر التسعينات لغايه النهارده، فعلا حط الناس دي على الطريق ان هم يتكلموا باندماج تام من غير حتى ما يفكروا بلغتهم الام. طريقه الطبقات الذهنيه السبعه 7 layers methodology. مبادئ الطريقه دي ان الجرامر احساس مش مرازيه، بمعنى بيعتمد المدرب هنا على تصحيح القواعد تلقائيا لغايه ما المتدرب نفسه يبقى عنده السنس يحسها ويصحح لنفسه. مثلا المتدرب يقول My brother speak faster than I speak، الترينر يقول My brother speaks faster than I do. هنا صحح حاجتين، ان مع هي شي ات بنحط اسم على الفيرب My brother speaks، وثانيا ما نكررش الفيرب مرتين، ما ينفعش اقول I speak better than you speak، اسمها I speak better than you do. ثانية واحدة، رايحين فين؟ ده مش معناه ان هو خلاص اتعلمها ويقدر يقولها تاني يوم، الموضوع محتاج تكرار. 7 طبقات 7 layers. بعدين يفضل يتمرن على الموضوع. My boss asks بالاس asks me. My sister cooks better than I cook، قلنا ما نكررش الفيرب better than I do. She tells me to learn cooking the way she cooks the way she does. Don't repeat the verb. وهكذا مرة واثنين وسبعة وفي أوقات مختلفة لغاية ما السبكونشس العقل الباطن يتبرمج. هي دي النقطة. رايحين فين؟ لسه الموضوع سر كبير. تاني مبدأ عندنا ان الكلمة اللي ليها اصل بتزرع. يعني الكلمة اللي ليها اصل، اغلب الكلام الانجليش من اصول يونانية او لاتينية، وفي كلام انجلو ساكسون او من جيرمانيك اوريجينز، زي بورتا. دي ملهاش علاقة بورت ميناء، بورتا يعني يشيل كاري، جاي منها portable، export، import، transport، deport، importation، exportation، deportation. كل الكلمات دي نمسك واحدة فيها. portable يعني محمول. A laptop is a portable computer. My portable computer is in the car. Well, we are going camping and we have a portable stove. نقطة مهمة جدا كمان، واحنا بنتدرب بالطريقة دي ونكرر portable 7 مرات في 7 سياقات مختلفة. انت ذاكرتك سمعية ولا بصرية ولا حركية ولا ورق قلمية؟ بصوا يا جماعة المنظر ده، اعرف نفسك. مشكلة كبيرة جدا الناس تبقى كلها موجودة في كلاس واحد وكلهم بيشتغلوا بنفس الطريقة، مع ان مننا ناس بتتعلم اكتر فيجوال، في ناس اكتر اوديتوري، في ناس اكتر حركيين كاينستيتيك، وفي ناس يحبوا الورقة والقلم، لازم يحرك ورقة وقلم، يبقى في تكست كده ويشخبط. انت مين في دول؟ لازم يتعمل تيست للموضوع ده. فريق العمل في يلا سبيك بيبقى واعي جدا بالموضوع ده، سواء الشغل 1 to 1 برايفت او مع جروب، بنبقى واخدين بالنا جدا الشخص ده فيجوال، اوديتوري، كاينستيتيك، ولا بيبر اند بن ورق قلماوي. وايا كانت الطريقه كله بيتكرر 7 مرات لانها 7 layers methodology. بنأقلمها في تدريبنا في اطر معين، نحطها في اطار معين. business English، test preparation، presentation skills، English، French، German، Spanish، Italian، Turkish، مع فريق عمل على وعي بكل النقط اللي فاتت وله خبره سنين في تطبيقها بنجاح. 7 layers methodology مع يلا سبيك تيم. Thank you. I hope it was useful.